مساء الخير. طبعا سعيدة جدا بنادي حيفا الثقافي وبهذا الجهد الذي دائما نتحدث عنه ونطيل، لأنه فعلا يستحق أستاذ فؤاد نقارة وزوجته سوزي ونادي حيفا بكل أعضائه على ما يبذلونه من جهد فعلا في سبيل تطور الثقافة. أنا عادة لا أحب القراءة أو شيء، ولكن اليوم لأنه لم أعرف أنه ممكن أن يتوفر شيء عارضة يعني، ولكن لا بأس. أولا سأتحدث عن بعجالة عن تطور الشعر الفلسطيني في فلسطين عموما في العصر الحديث مؤخرا يعني. وهذا ناقشت في كتاب، وطبعا ما ناقشت في كتاب لا أستطيع أن أتحدث عن جميع التفاصيل، ولكن سأخذ مثلا بعضا من الأشياء المهمة. أولا عندما أتحدث عن الشعر الفلسطيني، واليوم سنسمع تطبيقات ونسمع نماذج لشاعراتنا وشعرائنا اليوم إن شاء الله. أقول هنا أن الشعر مر بمراحل عديدة مرتبطة بالحقبات السياسية، يعني ما قبل النكبة، ما بعدها، هجر عدد كبير من الفلسطينيين، وكانت طبعا فترة النكبة لمدة 10 سنوات تقريبا كانت هناك صدمة فلسطينية خاصة وعربية عامة، نتج عنها توقف تام عن إصدارات عديدة من النتاجات الأدبية. ولأن طبعا الشعر سجل الشعوب ومرآتها، عبر الشعراء الفلسطينيون بعد النكبة 48 عن ألمهم ورفضهم للاحتلال ومقاومتهم له، فبرز شعر المقاومة المباشر الذي يعلن صرخة الشعب رافضا للاحتلال والظلم الملحق به. تميز شعراء كثر من الجيل الأول، طبعا محمود درويش، سامح القاسم، توفيق زياد، راشد حسين، حنا أبو حنا، سالم جبران، وحنا إبراهيم وغيرهم. ولكن المشكلة هنا أننا اهتممنا بشعراء الجيل الأول ونسينا أو ظلمنا الشعراء يعني المعاصرين اليوم. فمن هنا جاء بحثي أو جاء كتابي ومدخلتي اليوم لأعطي بعضا من حق الشعراء الموجودين اليوم في عصرنا الحالي. يعني أريد أن أظهر التطور الحقيقي الحاصل من تقنيات أدخلت وآليات نجدها في شعرنا الحديث، فعلا يستحق أن يدرس وأن يدرس. إنه يعني سئمنا كما يقال، ارحمونا من هذا الحب القاسي كما قال شاعرنا الكبير محمود درويش، بمعنى إنه دائما نرى الباحثين أمثالي مثلا يهتمون بالحديث عن محمود درويش أو يكتبون عنه أو يكتبون يعني مع احترامي طبعا قامات كبرى، ولكن آن الأوان أن ننظر إلى شعرائنا في عصرنا الحديث، ماذا جددوا، ماذا فعلوا، يستحقون إلقاء الضوء يعني ولو بشكل يعني لا أريد كدراسات محمود درويش، ولكن على الأقل أن نبدأ بالتوجه نحو العصر الحديث. الآن هناك تقنيات كثيرة ظهرت وألحقت تطورا بالشعر الفلسطيني، من شعر مباشر مليء بالانفعال والأدلجة المباشرة، هذا ما كان عليه شعرنا، إلى شعر يواكب تطور الحركة الشعرية الحديثة في العالم عامة والعالم العربي خاصة، فخرج من جلباب البوح بالقضية الفلسطينية بشكل مباشر وترك الذاتية، وهذا ما سأحاول أن أعرضه على عجالة. ولكن كما ذكرت لم تحظى أيضا الحركة الشعرية مقارنة بالروائية في فلسطين باهتمام كبير، فقد اقتصر اهتمام العالم الغربي والعربي كما قلت على شعراء الجيل الأول. سأعرض هنا بعض التقنيات من خلال دراستي لعدد كبير من دواوين لشعراء فلسطينيين، تقنيات حديثة أدخلوها تثبت أن فعلا التطور الحاصل. مثلا وظف شعراؤنا الفلسطينيون تقنية التناص بأنواعه، وطبعا أنا هنا لست بصدد أن يعني أشرح نظريا ما هو التناص يعني، ولكن أول ما ذكر التناص جوليا كريستيفا تقول جملة مهمة، أن التناص هو التقاطع داخل نص لتعبير قول مأخوذ من نصوص أخرى.
والتناص طبعا أنواع، هناك تناص اشترار وهذا أضعفها، يعني أن آخذ شيئا مثلا من نص أدبي أو نص قرآني ولا أجدد فيه، فهذا مجرد اشترار لا تجديد. أما التناص الأكثر عمقا تناص امتصاص، أن آخذ الفكرة كما فعل مثلا، نعود لشاعرنا الكبير محمود درويش عندما قال أنا يوسف يا أبي، هو تعمد أن يقول أنا يوسف لأنه هو أخذ قصة النبي يوسف من القصص القرآنية، ولكن قصد بها فلسطين وعلاقة فلسطين بالدول العربية من خلال تناصه لعلاقة يوسف بإخوته. فهنا تناص امتصاص، هو لم يأخذ القصة يعني وتحدث عن قصة النبي يوسف، هو قصد يوسف العربي. لهذا يحق للشاعر كما يقال ما يحق لغيره، يفترض يوسف من ناحية نحوية اسم أعجمي، فيفترض أنه ممنوع من الصرف، يفترض أن يقول أنا يوسف، ولكن هو قال أنا يوسف لأنه أراد أن يقول أنا لا أقصد يوسف، أنا أقصد يوسف العربي، أنا أقصد فلسطين. فهذا نوع من التناص الامتصاص. والتناص إذا وصل مرحلة أعلى ممكن أن يصل مثلا إلى تناص تحويري من خلال إجراء حوار، وأحيانا نقد التناص، نقد النص الأساسي والتحدث عن موضوع جديد. فوجدنا أن شعراء فلسطين نوعوا في استخدام التناص، إلى أن شعراء كثيرين لأكون صادقة ما زالوا عريقين في تناص الاشتراك، ومجرد استجهاد بنص دون التفاعل معه، هذا ما أشرت إليه في بعض الدراسات. فالتناص لا يعني ملء القصائد بتناصات تاريخية، يعني أرى بعض الشعراء ليشعرون أنهم أصبحوا شعراء كبار، يعني دائما يدخلون أو يقحمون الأساطير والتناصات بدون داعي، وهذا غير مطلوب. أنا أقصد التطور الحقيقي هو حصل ولكن ليس مع جميع الشعراء. مثلا هذا التناص. هناك شيء آخر، السيميولوجيا. عندما أقول سيميولوجيا أو سيميولوجي هي علم الدلالة أو الدلالة، ويرجع هذا المصطلح إلى دي سوسير الذي قال أنه من الممكن تصور قيام علم يدرس حياة العلامات داخل المجتمع ويغدو جزءا من علم النفس الاجتماعي. فالسيميائيات مثلا الآن بدأنا نهتم برؤية الغلاف، برؤية العنوان، برؤية الإهداء. حتى أنا عندما أكتب كتابا مثلا اختياري للنص أو اختياري للغلاف هذا جزء يعني يصبح جزءا من شخصيتي، فممكن أن ندرسه سيميائيا. هناك ظاهرة أيضا في شعرنا، أنا هنا بدون تطبيق لأن التطبيق موجود في كتابي، وهنا طبعا فقط أنا أعرض، أنا كل ظاهرة هنا كل تقنية عرضتها في الكتاب. توظيف التقنيات السيميائية كما ذكرت. هناك الهايكو، قصيدة التوقيعة الومضة. قصيدة الهايكو هي قصيدة وليدة عصر التكنولوجيا، بما أننا نحن في عصر السرعة، جاءت مخاطبة لهذا العصر، تمتاز بالتكثيف الدلالي والفني وباحتوائها على خاتمة مدهشة مبنية على ثنائية ضدية ومفارقة. شعراء كثر كتبوا في هذا المجال، منهم ريتا عودي، منهم عايدة خطيب، وعذرا إذا لم أذكر الجميع، لكن أنا قمت في كتابي بدراسة التوقيعة لشاعر فلسطيني يقيم بالأردن. أيضا الهايكو هو وليد التراث الياباني، هو شعر روحي يعبر عنه بمقاطع من الخواطر السريعة القصيرة. فهنا نرى أن هناك تجديد أيضا. تجديد آخر مسرحة الشعر الفلسطيني، أن يتحول الشعر إلى مسرحية أو أن ندخل تقنيات مسرحية. عندما أقول تقنيات مسرحية أقصد مثلا الحوار، أن ندخل الحوار داخل النص. مثلا حاول الشعراء الفلسطينيون مواكبة ما يحدث في العالم الغربي عامة والعالم العربي خاصة من إدخال تقنيات جديدة تلائم عصر التكنولوجيا، حيث تنطق فيه الصورة أكثر من الكلمة، محاولة في الكشف عن قيمة بصرية داخل كلمات القصائد. ومن هذا المنطلق تم إدخال تقنية مسرحة الشعر، رأيناها مثلا على سبيل المثال لدى عدنان طرابشي، وهو في الأصل مسرحي، وعندما كتب الشعر كتبه بصورة مسرحية. نلاحظ أيضا تقنية أخرى، البنية، وعلى فكرة لا نقول بنية من كلمة بناء يفترض، البنية السردية في الشعر الفلسطيني. عندما يدخل السرد تداخلت الأجناس الأدبية في عصرنا الحديث،
فأصبح الشعر أكثر درامية وأكثر تعقيدا، ولكنه عالم جاذب متنوع، فتتحول كلمات القصيدة إلى مشاهد درامية محسوسة ومرئية. طبعا محمود درويش برع في هذا، ومن ثم لحق به عدد كبير من الشعراء الفلسطينيين في عصرنا الحالي، ونجحوا إلى حد كبير في خلق بنية سردية في الشعر الفلسطيني. فأصبحنا نسمع ونرى حوار النصوص بين نثر وشعر، وانتقال من حوار خارجي تارة إلى مونولوج داخلي تارة أخرى، فنترجم الشعر إلى مشهد سردي. ظاهرة أخرى أو تقنية أخرى تمثلات الميتا الشعرية في الشعر الفلسطيني. الميتا الشعرية هو مصطلح يشير إلى التنظير أو الوصف أو الكلام عن الشعر ضمن إطار العمل الشعري نفسه. الشعر على الشعر أو القصيدة في القصيدة، وهي عبارة عن ترجمات محتملة للمصطلح اليوناني أصلاً، ويرجع تاريخ الكتابات الميتاشعرية إلى الشاعر الروماني هوراس في قصيدته المشهورة فن الشعر. الآن أدخل الشعراء الفلسطينيون الميتاشعرية في الشعر الفلسطيني بتنوع الهدف، فكان هناك الجانب النقدي لكيفية كتابة القصيدة، ولكن غلب الجانب الشعوري الإنساني من خلال تساؤلات يطرحها الشاعر مبينة هواجسه، تخوفاته، أحلامه، آماله، وصراعه فلسطينيا أولا وعربيا ثانيا. وقد نجح الشاعر الفلسطيني إلى حد كبير في توظيف الميتا الشعرية لإضفاء ملامح ذاتية من تجربته، إنسانا أولا وشاعرا ثانيا. لاحظت أيضا ملامح وثيمات أدب السجون في الشعر الفلسطيني. طبعا امتاز أدب السجون بخصوصية، فالكاتب أسير جسدا بما في الأسر من ألم ووجع، ولكنهم لم ينجحوا بأسر فكره وعقله، فعبر من خلال قلمه عن تجربته ومعاناته. عاش الفلسطيني وما زال ظروف الاحتلال بكل قساوتها واضطهادها، والأديب طبعا هو جزء من هذا الشعب. وهناك أدباء عاشوا فعلا تجربة الاعتقال السياسي، فكتبوا عن تجربتهم المريرة. فأنا تحدثت عن ناصر صالح في كتابي كمثال. يعني تقنية أخرى تمثلات الذات الأنثوية في الشعر الفلسطيني. نلحظ في السنوات الأخيرة في المشهد الأدبي الفلسطيني تحولات في سيميائية الخطاب لدى الأديبة الفلسطينية، فقد غرقت سابقا في مناحي الذاتية في كتاباتها لفترة طويلة، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت تخرج من ذاتيتها، وهذا هو المطلوب. فتطرق عدد كبير من الأديبات الفلسطينيات إلى مواضع اجتماعية وسياسية عديدة، موظفات لتقنيات حداثية عديدة في كتاباتهن. ورغم ذلك صدقا ما زال عدد كبير من الأديبات قابعات في الذاتية، التي تحولت في حالات كثيرة إلى نرجسية غلبت عليها الأنا حتى في تعبيرها عن مواضيع سياسية واجتماعية. وقد شغلت المرأة لفترة طويلة في ذاتيتها وأنثويتها لكونها تعيش تحت سيطرة الرجل وقهره، فعبرت في كتاباتها طبعا عن قضايا. أنا لا أنفي أنه ضرورة أن تعبر عن قضاياها الأنثوية، ولكن أن لا يعني تقع في هذه المصيدة إن صح التعبير، أنه أن تتحرر من هذا. وفعلا حين حاولت الخروج من بوتقة قضاياها الأنثوية، بعضهن وقعن في نرجسية أنثوية اتضحت في كتاباتهن، مهملات الأسلوب، غارقين في المضمون أو غارقات في المضمون. وإن كنا لا ننكر أن بعض الأديبات نجحن في خلق خصوصية في خطابهن الأنثوي عبر خصوصية اللغة. قرب طبعا الإنهاء ملامح شعر المقاومة الفلسطيني. طبعا التطور الحقيقي كما ذكرت لحق بشعرنا الفلسطيني، فلم يعد هناك الطرح المباشر، أصبحنا نعبر في شعر المقاومة بطريقة أكثر يعني تقدما وتطورا. ملامح الفلسفة الوجودية والعبثية في الشعر الفلسطيني. تأثر الشعراء الفلسطينيون كأمثالهم من الشعراء العرب بالفلسفة العربية التراثية والفلسفة الغربية. وعاش الفلسطيني وما زالت ظروفا استثنائية، فنكباته ما زالت مستمرة، فجاء الأديب الفلسطيني ليكون مرآة شعبه. وفي السنوات الأخيرة أثر البعد عن الأدب المباشر، فتعمق بالفلسفة التراثية والعالمية، فدخل الشعراء عوالم الصوفية والفلسفة العبثية والوجودية واليوتوبيا،
مسقطا ألمه وأمله على الفلسفة بأنواعها، معبرا عن لحظات يأس يمر بها الفلسطيني من استمرار الاحتلال ومعاناة الفلسطيني في غربة في وطنه. أيضا الشيء الأخير تحولات الفضاء الزمكاني في الشعر الفلسطيني. طبعا المكان يشكل ثيمة حية وفعالة في الأدب الفلسطيني عموما، سواء كان في الشعر أم في النثر، فهو هاجسه الذي يعيش داخله. فالمكان بالنسبة للفلسطيني في الشتات حنين إلى فلسطين، في الضفة والقطاع يعيش حصار المكان بالأسوار والمخيمات والقضبان المعتقل وتحديد إقامته، ويعيش الفلسطيني في فلسطين 48 الغربة في مكانه وأرضه وسط تمييز عنصري يفقده الأمان. ويأتي الزمان ليكون حلقة الوصل بين الفلسطينيين في كل مكان ما قبل النكبة وما بعدها، من هزيمة 67، هبة يوم الأرض عام 76، وأحداث الانتفاضة الأولى والثانية. وقد واكب الشاعر الفلسطيني التقنيات الحديثة في توظيف الفضاء الزمكاني من خلال إدخال تقنيات الاسترجاع الفني، الاستباق على مستوى الزمان وعلى مستوى المكان. أخذ يحمل دلالات رمزية من خلال المكان المفتوح والمغلق والمكان ما بين الموجود والمنشود. الخاتمة طبعا كنت أرتقي أن أطبق كل ما قلته، ولكن أشير مرة أخرى أنه موجود في الكتاب. لضيق الوقت طبعا فأنا تحدثت بعجالة، وهدفي هو أن نلحظ هذا التطور. وأقول في الخاتمة: أظهر شعرنا الفلسطيني تطورا ملحوظا لاحقا بالتطورات الحاصلة في الشعر عالميا وغربيا من خلال توظيفه لتقنيات حديثة ومن خلال ابتعاده عن الأدلجة والمباشرة والذاتية، وفعلا يستحق أن يقرأ وأن يدرس. شكرا.